السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بألف خير. اليوم غنقدم لكم حريرة الحامضة اللي كلشي كيحماق عليها، وبطبيعة الحال غادي نذكركم انكم ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. اما بالنسبة لطريقة التحضير اللي طريقة بسيطة وسهلة، عندنا هنا بالنسبة للعطرية عندنا الخرقوم وشويه تاع البزار وسكنجبير، وعندنا مطيشه محكوكه، وعندنا الحمص والعدس مرقد، وعندنا الشعريه واللحم بطريفات، وعود تاع القرفه، وعندنا المعدنوس والقزبور والكرفس، وعندنا جوج معلقات تاع مطيشه تاع الحك. هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجو في تحضير الحريره الحامضه. بالنسبه للمقادير، مقادير بساط، وما ننساش ايضا الربع تاع الكاس تاع زيت المائده. مقادير بساط متوفرين في اي بيت كما كتشاهدوا في الصوره. اما بالنسبه لطريقه التحضير، غادي ناخذ الزيت هي الاولى، غنضيفوا بصله محكوكه في الحكاكه مع شرائح ديال اللحم كما كتشاهدوا في الصوره. وغادي نحاولوا اننا نحركوهم مزيان في الطنجره حتى نلاحظوا ان اللحم ديالنا تشحر مزيان، باش راه ملي كنشحروا اللحم هذا هو السر ديال ان الحريره كتجينا بنينه. ضروري اننا نشحروا داك اللحم وديك البصله مع الزيت مزيان. من بعد كنضيفوا الملح اللي غادي تحتاج الحريره ديالنا. بهذه الطريقه كتجي رائعه جدا. خاصكم دائما تشحروا دوك الشرائح ديال اللحم قبل ما تضيفوا المكونات الاخرى كما كتشاهدوا في الصوره. على هذا الشكل غنبقاو نحركوا حتى نلاحظوا ان اللحيمات ديالنا نشفوا، ما بقاش فيهم داك الدم والماء كما كتشاهدوا. من بعد غادي نضيفوا العدس اللي انا ديجا كنت وضعته في ماء مغلي باش كنحافظوا على العدس كيبقى مفرز، يعني كتبقى كل حبه واقفه على سميتو ديك ديالها. من بعد كنضيفوا الحمص اللي حتى هو ديجا كنت مرقده في الماء، وكنبقاو نحركوا كيف العاده. غنضيفوا الكميه، كل واحد كيضيف الكميه اللي كتعجبو بطبيعه الحال، سواء في العدس ولا في الحمص. وغادي نضيفوا المعدنوس والقزبور والكرفس. غادي نضيفوا بالنسبه للكرفس انا ضفتو كلشي، اما بالنسبه للمعدنوس والقزبور فانا غادي نخلي فيهم واحد شويه حتى الاخر، ما غاديش نديرو كلشي، وانما غادي نخلي واحد شويه باش في الاخر ملي نطيب ليا الحريره نضيف واحد شويه باش كتبقى ديك النكهه ديال القزبور والمعدنوس في الحريره. كما كتشاهدوا غادي دائما غنستمر في التحريك، غنستمر وانا كنحرك على هذا الشكل باش عاوتاني ما تلصقش لينا في الطنجره. دائما كنستمروا في التحريك. هنا غادي نضيفوا التوابل. بالنسبه للتوابل انا وضعت هنا الخرقوم والسكنجبير والابزار كما كتشاهدوا، وكنبقاو نستمروا في التحريك حتى كنلاحظوا ان المكونات كلها كنلاحظوا ان العطريه دخلت لينا مزيان في المكونات. من بعد كنضيفوا مطيشه ديجا انا حكيتها وجدتها، وكنضيفوها كما كتشاهدوا على هذا الشكل، وكنبقاو نستمروا في التحريك ديال الطنجره ديالنا. بهذه الطريقه كتجي رائعه جدا. انا كنصحكم دائما خصكم تتبعوا المراحل باش ان الحريره الحامضه كتجي رائعه وكتجي بنينه. خصكم دائما تحتفظوا بالمراحل، يعني ما كنلوحوش كلشي بدقه. من بعد كنضيفوا العود تاع القرفه. بالنسبه للعود القرفه فهو عاوتاني كيبقى اختياري، يعني لا بغيتيه ضيفيه ولا ما بغيتيش نكهه القرفه في الحريره ديالك ما تضيفيهاش. ولكن انا بالنسبه لي كنفضل انني ندير عود القرفه في الحريره لانه كيجي رائع، كيطلق واحد اللوغو غزال في الحريره ديالنا.
ومن بعد غادي نغطيو الطنجره ديالنا كما كتشاهدوا حتى غلات مزيان. عاد باش كنضيفوا الماء، كنضيفوا كميه ديال الماء اللي كنلاحظوا انها معقوله، يعني اللي بغيتو. كما كتشاهدوا ضفنا الماء، كنضيف القياس اللي بغيت على هذا الشكل. بالنسبه للماء دائما كتضيفوا على الكميه اللي نتوما ديجا درتو في الحمص والعدس يعني المكونات اللي عندكم. بالنسبه لي انا ضفت القياس د الماء اللي عندي بالنسبه للمكونات ديالي، وكنبقاو نستمروا في التحراك كما كتشاهدوا. اما بعد ما طاب لينا الحمص وسميتو، هنا غادي ناخذ الطحين. بالنسبه للطحين انا خديت الدقيق الابيض كما كتلاحظوا، يعني الدقيق الابيض اللي توفر عندكم، يعني ماشي من الضروره نعطيكم شي حاجه شي سميه ديال شي دقيق. الدقيق اللي توفر عندكم في البيت استعملوه. انا استعملت الدقيق اللي متوفر عندي كما كتشاهدوا. بالنسبه للدقيق حاولوا انكم ما تقلوهاش، يعني ما تكثروش الطحين. دائما الطحين كنبقاو نكبوه بشويه بشويه وحنا كنحركوا حتى كنلاحظوا بعينينا القياس اللي بغينا ديال الحريره، يعني واش تكون جاريه ولا تكون خفيفه شويه ولا تكون ثقيله، كل واحد كيفاش كيعجبو. بالنسبه للطحين دائما انا كنفضل انني ناخذ واحد 2 معالق تاع مطيشه تاع الحك، وكنوضعهم ديك المطيشه تاع الحك كنوضعها مع الطحين، يعني كنخلطها مع الطحين عاد باش كنضيفها للحريره. انا ما كنلوحهاش نيشان في الحريره، كاين اللي كيضيفها نيشان في الحريره، ولكن انا حبيت انني نحركها باش ما نلوحهاش تبقى مكتله. كنحركها بالطراب مع الدقيق كما كتشاهدوا بهذا الشكل. بهذه الطريقه راه ومن بعد ضفت الربيع اللي كنت ديجا احتفظت به ايضا، ضفتو، راه كتجي رائعه الحريره ديالنا. وهنا غادي نضيفوا الشعريه. دائما كنضيف وكنستمر في التحراك. تنتمنى ان الحريره ديالي بطبيعه الحال تنال الاعجاب ديالكم، فانا حاولت انني نخليها متوسطه، ما نخففهاش وما نثقلهاش بزاف، حيت انا ما كتعجبنيش حريره ثقيله. وهنا كنضيفوا معلقه تاع السمن البلدي اللي حتى هو كيضيف لينا واحد النكهه رائعه في الحريره ديالنا. كنتمنى بطبيعه الحال ان الحريره ديالي تنال الاعجاب ديالكم. وكما كتشاهدوا هنا راه لاحظت ان الحريره ديالي راه طابت، كتجي رائعه في المذاق، راه جات رائعه جدا. كنتمنى انكم تجربوها خصوصا في هذا البرد، يعني كلشي كنبغيو شي حاجه تكون دافيه. كما فاش درت لكم الحسوه بالاعشاب او بالزرارع، كل واحد واشنو تيقولها. كاين اللي كيقول ليها حسوه بالاعشاب، كاين اللي كيقول لها حسوه بالزرع. المهم الحسوه كتجي رائعه كما نالت الاعجاب ديالكم. كنتمنى ايضا ان الحريره الحامضه حتى هي تنال الاعجاب ديالكم، وحتى هي تنال على نفس المشاهده اللي نالتها الحسوه. كنتمنى بطبيعه الحال ان الفيديوهات ديالي يكونوا خفاف على القلب ديالكم وما يكونوش ثقال، وينالوا الاعجاب ديالكم. وما تنساوش انكم تفعلوا الجرس وتشتركوا، ولما لا تشاركوها مع الاحباب ديالكم كيف العاده. وكنشكركم على المشاهده، وكنشكركم على انكم كتكتبوا لي كومونتيرات زوينين. وبطبيعه الحال ما نساش نذكر في هذا الفيديو انني درت بالنصيحه ديال المتتبعه ديالي اللي نصحتني انني نحيد الموسيقى من الفيديو. انا درت بالنصيحه ديالها، شكرا لك بزاف. وكنتمنى ان الفيديو تاع اليوم ينال الاعجاب ديالك، وشكرا. الى اللقاء الى فيديو اخر. كنتمنى ان حلقه اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تضغطوا على الجرس وديروا ابوني لما لا. وجيت كنعاود نذكر. وشكرا لكم.